ويا هلا شلونكم شخباركم؟ ان شاء الله كله بخير. اليوم راح نجرب مطاعم البرجر بالشرقاط، راح نشوف ياهو افضل مطعم. اول مطعم عندنا مطعم هلا فود. هذا المطعم لازم تدخل برا وتدخل جوا صار. واحد دجاج وواحد لحم. لا صار. هسه طلبنا واحد برجر دجاج واحد برجر لحم، راح ننتظر الوقت شقد يجهز الطبق. الطبق صار بال 5 و7 دقائق. نشوف شو بدي يطبق. بدنا نعمله لفة فراخ هسه موسم. كذا هسه صار الوقت. تقريبا صار 4 دقائق. طبعا التقييم راح يكون على حسب السعر والطعم والنظافة والتقديم. التقديم كتقديم كشكل شيء مرتب حتى الآن. هذا برجر الدجاج. هذا برجر اللحم عندنا. برجر اللحم. راح نجرب البرجر. بس انا عجبني الدجاج اكثر من اللحم. هسه يبدو مقيم. السعر 7000 يعتبر غالي شويه. التقييم راح يكون يوم مقبول وجيد وجيد جدا وامتياز. اعلى مطعم نعطيه تقييم امتياز. انا بالنسبه لي هذا المطعم برجر الدجاج جيد جدا، برجر اللحم جيد. نفس الشيء. كتقديم وكشو اسمه واقعية النظافة. يعني المطعم بشكل عام انا اعطيه تقييم جيد جدا. واني مثلي. جيد جدا جيد. هسه راح نروح المطعم الثاني. المطعم الاول خلصناه وراح ننتقل على المطعم الثاني. هذا السويت ترى من نفس الجماعة هذا الفلافل. شوف نفس العالم. وصلنا المطعم الثاني مطعم السلام عليكم. نريد برجر دجاج وبرجر لحم. برجر لحم 60 أزرق. الطلب طبعا يعطونك وياه هذه بنكمل، اعتقد يطلع صوت او شيء بنكمل الطلب. شو نحسب الوقت هسه؟ 25 هسه 25 شو يبدو يجهز الطلب. مرتب حيل نضيف كوبوي وان شاء الله الاكل مثل الترتيب. لا كوبوي. طولت يعني الطلب جهز. يلا تقريبا 6 دقائق ودق الجهاز وهسه نشوف في تسهيل. هون كتقديم كشكل شيء مرتب جميل جدا. راح نجرب الطعم. بسم الله الرحمن الرحيم. انت شنو عندك؟ صورت على صواني. يلا طينا عندنا لحم. شوف المحتويات. هاي نفس الدجاج. رابط انت بس تشوفون راح نجرب اللحم. اللحم السعر
6000 ونص ويا البيبسي يعني 5000 واحدة 2000 ونص. اللحم 60 غرام اعتقد هم 100 غرام يجوز اغلى ب1000 او اقل ما اعرف. بس احنا طلبنا 60 غرام بس. وقت راقي جدا وسعر راقي جدا. وقت 7 دقائق حيل سريعين يعني راقيين. التقييم الدجاج جيد وهذا جيد جدا بس تقييم المطعم الجمالي جيد. لا انا كجمال انت جيد جدا. تقييم للعين يسر العين اصلا. نظيف واقدر اسويه جيد جدا زائد يعني على مدى الترتيب هذا نظيف. بس يعني الاخيري تقييم اخير انا جيد جدا. وانا جيد جدا. هسه راح نتحول على المطعم الثاني. Welcome to Texas. ويلكم تو شجاعة. هسه احنا وصلنا المطعم الثالث، المطعم الثالث هو مطعم طربوش. واحد دجاج وواحد لحم. برجر. الطلب صار بال 45 دقيقة. طب نشوف قد يطلع. قاعدة عادية جدا مرتبة. هذا بسيط. يصير عملية قشر. لا جيوب. ما ادري. لا بس جيوب. لا لا شو عندك تبي فيه؟ بس هذا زود. يبين حرام. اي مكسور. جو اسوي له تعديل بس اهم شيء الجيوب خلاص منها. قسم بالله ما تقدر تنفس. انا الناس يسوي. بالليل ما اقدر اتنفس ما انام مرتاح. ايش قد الوقت؟ الوقت تقريبا 9 دقائق. حتى الان هذا اكثر مطعم تاخر 9 دقائق. 5 ونص. نفس بس هذا اللحم وهذا الدجاج طبعا حاطين بيها بوتيتو وطماطم وهذا يعني اشياء كثيره حاطين اكثر من هذاك المطعم. شوف الترتيب. خلينا نجرب الطعم. ونقول هي المقبلات وترتيب كله ب 5000 دينار. هذا المقبلات مو من الثاني. ضيافه واحد. هسه راح نجرب الدجاج. وانت خليتني بس على الدجاج يا ولد. طيب شو تصنعه؟ لا ناشفه الدجاج اللحم ابيض. وقت كان 9 دقائق الى 10 دقائق. ترتيب ونظافه حيل ترتيب ونظيف. طعم اللحم حيل طيب. الدجاج مو حيل. ثاني التقييم الاجمالي كامل جيد. الدجاج ناشف، اللحم اطيب. التقييم كامل بشكل عام المطعم تقييم جيد. المطعم يضيف لنا هذه الضيافه كمكان حلو بسيط. التقييم الاجمالي كامل جيد ومام جيد. وهسه راح نتحول على المطعم الرابع. راح نلب شاي. الجوستو هذا المطعم الرابع. المطعم طبعا قاعده خارجيه ما في صاله، يعني اعتقد هو المطعم الوحيد قاعده خارجيه. فاحنا اذا طلبنا راح نجرب الاكل بالسياره ونقيم بالسياره. المطعم الرابع والمطعم الاخير السعر 5 ونص نفس المطاعم الباقيه، بس على الفول كان غالي شويه. هسه راح نجرب البرجر ونقيم. انا عندي دجاج. هذا اللحم. وانا عندي دجاج. نجرب نقول طيب بس ما ابي صوصات، ما ابي لا كاتشب ولا صوص ولا فلفل، بس حاطينه بالعلاقة. الدجاج طيب. اللحم زين هو. بس ناس شوية قلت لك ما حاطين صوصات. بس راح نجرب الدجاج. الدجاج اطيب من اللحم. هذا نعطيه تقييم جيد. كاجمالي مطعم تقييم جيد. والله أنا هذا راح تكون، لان هذه بيها صوصات. لو جيد جدا لو جيد. طيب حلو اللحم. انا انطي جيد جدا على المطعم. جيد. هنا يكون انتهى مقطعنا لليوم. جربنا 4 مطاعم وقيمناها على حسب التصنيفات التقييمات اللي عندنا.
اذا اكو مطاعم ما جربناها او نسيناها وانتم تعرفونها اذكروا لنا اياها بالتعليقات. اكو اكلات تريدون نطلبها غير البرجر هم اكتبوا لنا اياها بالتعليقات. وهذا ان شاء الله هذه سلسله راح تصير، اليوم برجر باكر راح نجرب شاورما يجوز ومشاوي وكذا، يعني ان شاء الله سلسله ومحتوى جديد يعجبكم ان شاء الله، ومحتوى راح يعجبكم. واي ملاحظات اي شيء عندكم اكتبوا لنا بالتعليقات، حطوا لنا لايك واشتركوا بالقناه، اشتركوا خلونا نوصل على الاقل 5000 مشترك، بطاينه حيل بال 4000، واذا تقدرون توصلوا لنا 10000 هم نكون ممنونين. يقدرون. ودمتم في امان الله.